وانا ليه مكمل في روسيا قاعد فيها بدرس فيها بالرغم ان سعر الجنيه نزل خالص. بس مش عارف، انا حاسس ان انا مرتاح هنا. هو تفتكروا ايه السبب؟ روسيا انها دولة رخيصة، كانت رخيصة، ممكن تكون زمان او لسه دلوقتي ما زالت رخيصة. ده على حسب وجهة نظرك، تفكر كده تفكر مش كده، انت حر. بس الحاجة اللي لازم نفهمها ان دلوقتي سعر الصرف اتخسف بالارض جدا جدا جدا. يعني قول ان الجنيه 2 روبل بس، فاهم قصدي؟ زمان يا باشا كان الجنيه ب5 روبل، كانت لما تروح المحل اهلك يبعتوا لك 1000 روبل تشتري 1000 جنيه، قصدي اللي اهلك يبعتوا لك تشتري حاجات كتير جدا جدا. دلوقتي ال1000 جنيه اللي اهلك يبعتوها لك تجيب بيها حاجات يعني تكفيك شويه ايام وتقول الحمد لله. بالرغم من كده احنا قاعدين في روسيا ومكملين وحابين القعده هنا. اتكلم عن نفسي، في ناس بتفكر زيي كده. طب هي ايه الاسباب اللي بتخليني اقعد في روسيا او تخليني اكون عاوز افضل في روسيا مش انزل مصر على الاقل الفتره دي؟ يا شباب هنا الدنيا منظمه بطريقه مش طبيعيه، مش طبيعيه. كل حاجه بنظام، كل حاجه بترتيب معين. انت ماشي في الشارع في اشارات مرور وطريق مشاة والعربيات تستنيك تعدي ومش عارف ايه، وناس يحترموك ودنيا. هنا انا مستغرب بامانه، مش عارف اقول لك ايه. وممكن اصلا في المستقبل اعمل لكم شويه فيديوهات كتير جدا، يعني كتير شويه كده، افهمكم ايه الحلو في روسيا اللي انا شايفه من وجهه نظري. ده على الاقل يعني نحاول نشتغل في الايام الراحه بتاعتنا اللي ما فيهاش محاضرات او اللي فيها محاضرات قليله، علشان نحاول نساعد شويه في مصاريف بتاعتنا. مش كل شويه على اهلنا، يعني اهلنا يدفعوا كل حاجه كتير يا اخي. وانت ممكن تقول يعني بكلمة واحدة كده انك تعودت انك عايش لوحدك، تعودت انك تروح تعمل حاجتك، تعودت على الدنيا، تعودت على الناس، تعودت على كل حاجة. فالموضوع ما بقاش رخم زي الاول، بقى يطاق. مش يطاق، لا يطاق. بس ايه رأيكم يا جماعة في الحوار ده؟ انا شغال بكاميرتين اجرب يعني الدنيا واشوف هل هيبقى كويس ولا ملوش لازمة. وادينا بنجرب فيديو ورا فيديو ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. روسيا اللي هي الخيار زمان، كان الخيار الانسب لكل الناس. عايز تدرس، عاوز تشتغل، عاوز تبني حياتك، عاوز تتجوز، اي حاجه روح روسيا. حتى في كاس العالم ناس كتير قوي جو روسيا وما رجعوش مصر. فروسيا كان الخيار الامثل ده زمان، ممكن على الاقل يعني. بس دلوقتي روسيا بقت الخيار الامثل بالنسبه للشغل. سعر الصرف يعني جامد جدا لو هتشتغل في روسيا، وهتجمع شويه فلوس حلوين هيكفوك وزياده لو فكرت تنزل مصر. دي الفكره. بس لازم اقول لك ان الدنيا مش دايما ورديه، مش دايما شبه ما احنا عاوزين الدنيا تكون ماشيه. اوقات الدنيا تكون وحشه، اوقات الدنيا تكون سهله، اوقات صعبه فيها عقوبات كتير. مش شبه ما انت متخيل دايما الحياة تمشي، مستحيل الموضوع يمشي كده. صدقني انا فكرت زمان لو اول ما جيت روسيا ان انا كنت هدفع كل سنة مثلا 50-60 الف جنيه مصاريف جامعة. دلوقتي مصاريف الجامعة زادت بسبب الصرف اتغير. هو نفس عدد الدولارات، نفس عدد الروبلات، بس الصرف اتغير. فبدل ما ادفع 60 الف روبل دلوقتي بدفع ممكن 120-140 الف روبل. يعني انا ما كنتش هعمل في دماغي كده، ما كنتش حاسبها، ما حدش كان حاسبها عشان نكون صريحين يعني. بس يقول لك الدنيا مش بتمشي شبه ما انت عاوز، مش شبه ما انت عاوز اطلاقا، خالص خالص. فانا لو قلت لك سبب واحد بس يخليني استنى عايش او مستني في روسيا وحابب اكمل دراستي في روسيا، هي ان انا اتعودت ان انا حابب الدولة دي، حابب المكان اللي انا عايش فيه، حابب نوعا ما، حابب بالنسبة دي. يعني ممكن انت ما تكونش حابب، ممكن غيرك يكون حابب. ده يتعلق بالشخص، يتوقف على الشخص نفسه. مش لازم كله يكون شغال كلامي، مش لازم كله يكون معترض. انت لك رأي وانت لك رأي، ولا ايه؟ ده بس يعتبر فيديو تسخين كده، واجرب الدنيا عامله ازاي كمارتين بقى والنظام ده، وان شاء الله الدنيا تظبط والدنيا تبقى احسن، واجرب بقى اغير الدنيا وكلام من ده. فمنسوش بقى اللايك والشير والكلام ده كله. وهنرجع ان شاء الله على اليوتيوب جامد جدا، علشان طبعا انتوا وحشتوني جدا. وخلاص هنرجع على اليوتيوب ونبطل بقى كاسه ونبطل الشغل ده،
وطبعا مفيش احسن من الفيديوهات ومفيش احسن من اليوتيوب بالنسبه ليا. وشكرا على المشاهده يا شباب، ما تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه دي، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام.